سينامون رول الشوكولاته ده الوصفه اللي لو جربتوها حقيقي مش هتبطلوا ابدا تعملوها من جمالها. صيف او شتاء، ريحه وطعم وطراوه ما تتوصفش. وصفه كده من جمالها بتخلص اول ما بتطلع من الفرن. زي ما جربته قبل كده وصفه السينابون بتاعتي اللي كسرت الدنيا والحمد لله نجحت معاكم من اول مره. انا متاكده ان الوصفه دي كمان مش هتسيبوا حد من حبايبكم الا وتقولوا له عليها. والكميه دي كلها تبارك الله من نص كيلو دقيق، رشه ملح، معلقه كبيره من الحليب البودره، ودي المكونات الجافه اللي متعارف عليها. بس في وصفتي النهارده انا هزود معلقتين كبار مليانين من الكاكاو الخام الغير محلى، وكده ابقى خلصت كل المكونات الجافه اللي انا محتاجاها. امزجوا لي بقى كل حاجه كده مع بعضها، وحفره في نص الطبق هنحط فيها 3 معالق كبار مليانين من السكر، نص معلقه كبيره مليانه من الخميره الفوريه، وعليهم ربع كوبايه من الميه الفتره مش دافيه ولا بارده. قلبوا السكر والخميره مع الميه وتاكدوا كده ان الخميره بتاعتكم شغاله وطلعت بابلز. ضيفوا لي عليها بيضه بدرجه حراره الغرفه، وربع كوبايه من اي نوع زيت نباتي متوفر عندكم، ونرجع نقلب تاني لحد ما كل حاجه تمتزج مع بعضها. هحضر مكعب من الزبده، بس انا عايزه الزبده بتاعتي تكون طلعت من التلاجة وبدات تبقى لينه بس لسه ماسكه نفسها وبارده. نخلط بقى المواد الجافه مع المواد السايله خلاص، وبعدين ننزل بنص كوبايه من الحليب بدرجه حراره الغرفه، ونبتدي نلم تاني علشان نشوف بقيه السوائل اللي هنضيفها. هنا انا لسه عندي دقيق، فهضيف نص كوبايه من الميه، بس هضيفها على مرتين، يعني هضيف ربع وبعدين ابتدي الم تاني، وهلاقي نفسي ان لسه في شويه دقيق فهضيف لهم ربع الكوبايه التاني. وابتدوا هنا بقى اعجنوا كويس قوي. اول ما تلاقوا الدقيق كله اختفى. احنا عملنا كده ليه؟ علشان ما نلاقيش ان السوائل زادت مننا ومش عارفين نتصرف ونقعد نزود في دقيق فالوصفه مننا تبوظ. اعجنوا لي بقى كويس قوي 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 كل حاجه مع بعضها، وقطعه الزبده في النص وانتوا بتعجنوا هتسيح جوه العجين. الطبق بتاعي بقى نظيف وما فيهوش اي بواقي من العجين، والعجينه معايا كمان اتلمت كويس واتعجنت كويس جدا. هحطها في طبق نظيف واغطيها كويس واسيبها تخمر في مكان دافي لحد ما بنلاقيها تضاعف حجمها في الطبق. وده الصوص الابيض الخطير اللي كنت عاملاه معاكم في فيديو السينابون قبل كده، وهنستخدمه معانا كمان في وصفه النهارده. تعالوا بقى نحضر الحشوه كده على السريع. معايا ربع كوبايه من السكر البني، عليهم معلقتين كبار كاكاو، معلقه كبيره من القرفه، ربع كوبايه من السكر الابيض، ونقلب كل ده مع بعض ونمزجه كويس جدا. وبكده ألذ حشوه ممكن تجربوها بقت جاهزه. العجينه بتاعتي اتخمرت كويس جدا وتضاعف حجمها. هبتدي بقى افتح عليها واخدها اشتغل بيها. بس شوفوا معايا كده الاول طراوه العجينه من بره عامله ازاي، وتخميرها من جوه المظبوط، ولا اتخمرت زياده ولا ناقصه تخمير. وده تبارك الله بيبقى المؤشر لنجاح الوصفه. رشه دقيق بسيطه وخفيفه على الرخامه بتاعتي، وهبتدي افرد العجينه على شكل مستطيل، بس ناخد بالنا ان العجينه تكون مرتبه كده وهي مفروده. وقطعه من الزبده لينه بدرجه حراره المطبخ، وهبتدي افردها جوه العجينه بتاعتي بالشكل ده. وزعوا الزبده كويس جدا، وبعدين نوزع عليها حشوه القرفه والكاكاو اللي لسه عاملينها من شويه، ونطبطب كده بايدينا عشان نثبت الحشوه على الزبده. هنقطعها بالطول بالشكل ده وتكون اقرب للمتساويه بعينينا كده. هلف الرولات واقفلها بشكل منتظم كده، واحافظ على الحشوه بتاعتي جوه بالطريقه دي لحد ما بنخلص الكميه كلها. والحجم ده مناسب جدا لانه لسه هيتضاعف حجمه في التسويه والتخمير. وشوفوا لي قد ايه جمال وحلاوه السينابونات واحنا لسه لفينها ونيه ملفوفه لفه جاتوه. بايركساتي او الصواني بتاعتي اي حاجه هتقدروا تخبزوا فيها، وهندهن دهنه زبده، مش لازم نستخدم ورق زبده، عادي خالص. وهنرص السينابونات كلها جنب بعضها بالشكل ده، وهسيب مسافات متباعده شويه عشان لسه هيتضاعف حجمه. وبحب قوي اخد واحده كده واحطها في طاجن، دي بتبقى ألذ واحده فيهم. هنغطيهم ونسيبهم يخمروا من تلت ساعه لنص ساعه حسب درجه حراره المطبخ، ولحد كمان ما يتضاعف حجمهم زي ما انتم شايفينهم كده. وهكون مسخنه الفرن على درجه حراره 200 رف اوسط. بياخدوا لهم بقى تلت ساعه بالكتير قوي في الفرن، وبتلاقيهم استووا واخدوا لون مظبوط. اول ما بيطلعوا من الفرن بسيبهم يرتاحوا او يهدوا من درجه الحراره 10 دقائق، وببتدي اضيف لهم الصوص اللي احنا عملناه عشان يسيح عليها من فوق ويبتدي يتغلغل جوه مع الحشوه زي ما انا بعمل كده. حابين بقى تستنوا لما يبرد وتضيفوا طبقه كمان براحتكم خالص. ولما يهدى من الحراره بتاعته خالص وما يبقاش سخن، ضيفوا اي نوع صوص شوكولاته متوفر عندكم، او اعملوا انتوا صوص الشوكولاته في البيت. واحكوا لي بقى عن جمال اللقمه بتاعتنا النهارده، بس بشكلها كده تفتح النفس. حرفيا قطنه، اول ما بتحطوها في بقكم بتدوب وبتسيح. مش هتلاقوا مع الوصفه دي اي مجهود في اكلها. شوفوا لي كده من كتر الطراوه بتاعتها مش عارفه امسكها في ايدي. انا كده خلصت سينامون رول الشوكولاته بتاعي النهارده خلاص.